ليه في ناس لما يزعلوا ما بيقدروا ياكلوا، وفي ناس لما يزعلوا بيقشوا الأخضر واليابس؟ تفتكروا السبب شنو؟ في جزء كبير منكم بيفتكروا إنه أنت لما بتاكل عشان أنت جعان، لكن الحقيقة مرات كتيرة أنت بتاكل لأسباب ما عندها أي علاقة بالجوع. حتسألني حتقول لي كيف؟ تعال بالراحة أوريك. مرات أنت بتاكل لأنك أنت تعودت إنه ده وقت الأكل والناس كلها لازم تجي وتتلمى، يعني ما عشان جسمك محتاج ولا أنت جعان. ومرات بتفتش على حاجة حلوة تاكلها لما تكون زعلان أو مدبرس، لأنك تعودت من أنت صغير تربط الحاجة الحلوة بالراحة والرضا، يعني بترضي روحك زي الشفع الصغار. وبرضه ممكن تضغط على نفسك تكمل صحنك بالرغم من إنك أنت شبعان وما جعان. ليه؟ لأنك كبرت على عبارة يا ولد يا بنت ما تقوم من الصينية إلا تكون خلصت أكلك. وبرضه مرات بتاكل عشان تهدي التوتر. الحركة دي مع الزمن بتخلي الأكل يبقى عندك مرتبط بمشاعرك وعاداتك وتجاربك أكتر من إحساس الجوع ذات نفسه. والكلام ده يا جماعة علم قائم بذاته، اسمه سيكولوجية الطعام أو سيكولوجية الأكل، فود سايكولوجي. عشان كده من هنا ولقدام قبل ما تاكل اسأل نفسك سؤال واحد: هل أنا فعلا جعان ولا في شعور تاني أنا بحاول أهديه؟ هل أنا محتاج أهدى، أطلع أتمشى، أتكلم مع زول، أشرب موية، أو حتى أخذ نفس عميق؟ الحل يا جماعة ما طوالي بيكون جوا المطبخ. عشان كده ما تبدأ تعمل رجيم ولا نظام صحي قبل ما تبدأ تفهم علاقتك مع الأكل، لأنه لما نفهم السبب بيكون تغيير العادات والسلوك أسهل بكثير مما تتصور.